في ناس وهم أغلبية الناس هي عندهم مشاكل الكافيين أو القهوة أو الشاي، فمتعود يشرب شاي وقهوة قبل شهر رمضان، فجأة هاي الشاي والقهوة منشطات عصبية، والقهوة قد تعد جيدة من الناحية الطبية على فكرة، لكن اللي متعود عليها يوم يجي شهر رمضان فجأة يمتنع، فجأة ما يمتنع تدريجي، يصير عصبي نوعا ما وما يعطيك مجال وأنت تسوق ويسوي مشاكل. جزء كبير من الناس لا، هاي مشكلة العطش، وهذا جزء يعني من الأجر والثواب في شهر رمضان. أنت تعطش، نعم الجوع له فوائد صحية، لكن العطش ما له فوائد صحية. العطش يخلي الشخص نوعا ما يفقد مرات قدرته على التحكم بأعصابه، يخلي إنسان معصب، ولكن لازم تعرف أن هذا أجر. شهر رمضان هو مش فقط شهر امتناع الأكل والشرب، وإنما شهر التسامح وشهر الأخلاق. في ناس تعتقد أن وقت الفطور لازم أنا أوصل البيت على الوقت وأفطر على الوقت عشان كذي تشوفه يمشي بشكل سريع، وهذا تصرف غير صحيح، فتبدأ تصير الحوادث لا قدر الله. فنحن نقول يا جماعة الخير خلوا بالكم على أعماركم، أنت لو أذن وأنت تسوق، أفطر وأنت في السيارة.